لو اديت لك دلوقتي تذكرة قطر، تذكرة ذهبية ومكتوب عليها للمجهول، هل هتركب؟ قبل ما تجاوبني فكر تاني كده. المجهول ممكن يكون مغامرة، وممكن يكون عدم، ممكن يكون مستقبل مشرق، وممكن يكون ماضي عمرك ما هتعرف ترجع منه. بحيث ان في سنة 1911 106 شخص اخدوا التذكرة دي وهم مش عارفين، ركبوا افخم قطر في العالم وبدأوا رحلة للمجهول، ولحد النهاردة لسه ما رجعوش. فاحنا النهاردة جايين نعرف قصتهم. فاهلا بيكم في حلقة جديدة من الارشيف، معاكم احمد غنيمي. النهارده هنفتح ملف التذكرة ديت اللي ذهبها كان بالعودة في قصة قطر زانيتي، القطر الشبح. ففي البداية ما تنساش ان انت تعمل لايك وفولو على كل البلاتفورمز، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. في إيطاليا في بداية القرن العشرين، تحديدا في عصر البيل إيبوك أو العصر الجميل، عصر التفاؤل والاختراعات والرفاهية اللي ما كانش ليها مثيل في أوروبا عامة. في الفترة ديت القطارات ما كانتش مجرد وسيلة مواصلات، دي كانت قصور متحركة وإعلان عن الثروة والقوة. وفي قلب المنافسة ديت في أوروبا بتيجي شركة سكك حديدية مشهورة جدا، شركة السكك الحديدية الإيطالية زانيتي، وبتقرر إنها تصدم العالم. هدفهم كان بناء أفخم قطر شهده التاريخ، أو جوهرة إيطاليا زي ما كان بيتسمى. كان قطر مكون من 3 عربيات بس، ولكن كل سنتيمتر فيه كان بيوريك مدى الثروة والصرف اللي باين على القطر ده. بحيث إن الأرضيات كانت من خشب الورد، والكراسي كانت متغطية بالحرير والستان، وحطوا نوافذ بانورامية كانت الأكبر من نوعها في العالم. قطر اتصمم عشان يكون تجربة حسية كاملة، بحيث إنه يكون قصر ماشي على قضبان. ولما اكتملت التحفة الفنية ديت، أعلنت شركة زانيتي عن خطتها الدعائية العبقرية. الرحلة الأولى كانت رحلة من روما لميلانو، وكمان هيخلوها مجانية ومخصصة لدعوة 100 شخصية من صفوة المجتمع الإيطالي، سياسيين وفنانين وورثة ثروات. رحلة للاحتفال بالعصر الذهبي للصناعة الإيطالية. كانت فرصة رهيبة جدا للتباهي، فرصة للشهرة، ومحدش كان يعرف إنها هتكون فرصة لدخول التاريخ من أبواب الجحيم. بحيث إن الرحلة الأولى حصلت يوم 14 يونيو 1911. الدعوات اتوجهت لأهم 100 شخصية في إيطاليا. تخيل معايا المشهد كده في محطة روما: بارون صاحب مصانع صلب بيضحك وهو بيحسب أرباحه، ورسام شاب موهوب بيحلم إن هو يقابل راعي رسمي الفن على متن القطر، وكونتيسة جميلة بتهرب من جوازها التعيس وبتحلم ببداية جديدة في ميلانو، وسياسي لامع بيخطط لخطابه الجاي. 100 قصة و100 حلم و100 مستقبل، كلهم هيجتمعوا في مكان واحد. كانوا حرفيا أقل ما يقال عنهم إن هم صفوة المجتمع، ولكن ما كانوش يعرفوا إن القدر كان بيجهز ليهم مصير واحد، وإن أسمائهم اللي اتكتبت في قائمة الشرف ديت هتتحول بعد ساعات لواحدة من أبرز الأسماء في قائمة غريبة جدا هتفضل موجودة في التاريخ. بحيث إن رحلتنا بتبدأ والشمس كانت ساطعة في سماء روما كده، والميت راكب كانوا في كامل أناقتهم، وضحكتهم بترن في محطة القطر وهما بيستعرضوا ثرواتهم. والطاقم بتاع القطر كون من 6 أفراد كانوا بيتحركوا بخفة واحترافية. كل شيء كان مثالي مثالي لدرجة تثير القلق، بحيث إن القطر بينطلق على طول بصفارته القوية وبتبدأ الرحلة. الركاب كانوا مستمتعين جدا بالمناظر الطبيعية من ورا الشبابيك الواسعة، والخدم بيقدموا ليهم أفخر أنواع المشروبات، بينما كان القطر بيتحرك بكل سلاسة وثقة. تحس إن أقرب وصف ليه إن هو سيمفونية من الحديد والبخار والرفاهية. ومع تحركهم بدأوا إن هم يقربوا من سلسلة جبال لومباردي، بحيث إن بيبدأ يظهر في الأفق كده منظر عبارة عن نفق أسود عملاق كده محفور في قلب الصخر، مدخل نفق لومباردي. النفق اللي كان معجزة هندسية وقتها، بحيث إن هو عبارة عن كيلومتر كامل كده من الظلام تحت الجبل. والقطر بيبدأ إن هو يطلق صفارته للمرة الأخيرة. صفارة سمعت في الوديان كأنها وداع، وبدأ يدخل بالراحة في قلب الجبل، عربية ورا عربية ورا عربية، لحد ما بلعوا الظلام بالشكل كامل. وفي محطة القطر التانية كان مدير المحطة راجل عجوز اسمه أنطونيو، كان بيبص في ساعته السويسرية بكل فخر كده ومستني إن القطر المفروض هيوصل في ميعاده بالظبط. دقيقة عدت والقطر ما جاش، فأنطونيو ما قلقش، ابتسم كده وقال للناس يمكن السادة أغنياء طلبوا من السواق يبطأ عشان يستمتعوا بالمنظر جوه النفق. 5 دقايق والابتسامة ديت اختفت، 10 دقايق والعرق بدأ يظهر على جبينه. رفع التليفون واتصل بالمحطة اللي قبل النفق، والرد جاله زي الصاعقة: القطر دخل النفق من ربع ساعة ولغاية دلوقتي ما خرجش. هنا أنطونيو فهم إن السيمفونية انتهت، وإن دي كارثة حقيقية. الخبر بيوصل روما زي الزلزال، بحيث إن شركة زانيتي اجتمعت في حالة هلع. خافوا الأسهم هتقع، السمعة هتتدمر، ولكن كان عندهم أوامر صارمة:
يحاولوا يكتموا الإعلام بشكل كامل بحيث إن هم يستخدموا نفوذهم مع الحكومة بشكل كبير علشان الموضوع ما يتسربش للصحافة مهما حصل. والزار انتشر واتصلوا على السلطات فورا. فرق البحث والإنقاذ دخلت النفق من المدخل ومن المخرج. كانوا متوقعين إن هم يشوفوا أي حاجة، حطام للقطر، دمار، حريق، أي علامة على كارثة، ولكنهم ما شافوش أي حاجة. عارفين، ما شافوش أي شيء. النفق كان فاضي تماما، كأن القطر عمره ما دخله أصلا، ولا بقعة زيت على الأرض، ولا حتة معدن مكسورة، ولا أي أثر. قطر وزنه عشرات الأطنان بطول 3 عربيات وعليه 106 شخص بخر. ووسط ما فرق البحث بتلف في حيرة رهيبة جدا والموضوع متصاعد لأقصى مدى، واحد منهم بيصرخ عند مدخل النفق. على بعد كام متر قليل كده كان في شخصين، شابين من الركاب، كانت حالتهم ما تتوصفش. هدومهم كانت مقطوعة وعندهم جروح في كل حتة، ولكن أفشع حاجة شافوها كانت عينيهم، نظرة فاضية ومكسورة من الرعب، نظرة واحد شاف اللي مستحيل يتشاف. الاتنين اتاخدوا على مصحة عقلية فورا، وفضلوا أيام مش بينطقوا كلمة، مجرد عزيان وزعيق بالليل، لأن حالتهم النفسية كانت متدمرة جدا. واحد منهم كان بيصرخ: الضباب اللزج، الضباب اللزج، والتاني فضل يرسم دوامات سودة على أي ورقة يلاقيها. ولكن سرعان ما فاقوا وحكوا قصة اللي غيرت كل شيء. قالوا إن إحنا كنا عادي على القطر، كنا بنضحك ومستعدين إن إحنا هنخش النفق. وفجأة أول ما دخلنا النفق الهوا بقى تقيل، وظهر ضباب أبيض، ضباب أبيض زي اللبن، بيطلع من تحت الكراسي ومن الحيطان، ليه ريحة غريبة. وبعدين سمعنا صوت همهمة عالية بتزن في دماغنا. بصيت من الشباك، ما كانش فيه ضلمة، كان فيه دوامة سودة بتلف وبتقرب. حسيت إن الجبل بدأ يبلعنا وإننا بنتحلل. الرعب خلاني أتصرف زي المجنون، وقبل ما الدوامة دي تاكل القطر كله نطيت أنا وواحد تاني معايا، وصحينا لقينا نفسنا لوحدنا تماما في صمت تام، كأن كل حاجة كانت حلم أو كابوس. وشهادتهم ديت اللي حكوها بصعوبة عن الضباب الأبيض والصوت اللي بيزيد والدوامة السوداء اعتبروها الدكاترة هذيان من أثر الصدمة، وحطوهم في مصحة عقلية عشان يموتوا فيها بعد سنين ومعاهم السر اللي شافوه. كده تكون القصة دي اتقفلت رسميا. كلام الشباب دوت سبب جنون رسمي، بحيث ان شركة زانيتي خوفا على سمعتها استخدمت كل نفوذها عشان تتكتم على الموضوع وتمنع الصحافة. ونفق لومباردي اللي كان سبب الكارثة اتقفل بسور ضخم من الطوب واتمنع دخوله للأبد لحد ما اتهدم تماما في الحرب العالمية الأولى. وكأن التاريخ نفسه كان عايز يمسح الدليل دوت. عمر تقدر تعتبره كده سخرية القدر، ولكن القصة كانت ممكن تدفن هنا. ولكن الماضي ليه طرق غريبة عشان يرجع يكلمنا، بحيث ان بعد الأحداث ديت بعقود باحث مهووس بالقصة ديت بيلاقي كذا دليل عن القصة ديت، وبيحاول ان هو يحللها ويعرف لها حل منطقي، بحيث انه يلاقي وثيقة في سجلات قديمة، وتحديدا من المكسيك في سنة 1845. ساحة مدينة حيوية، الناس بتبيع وتشتري، وفجأة في وسط الساحة ومن الهوا بيظهر 104 شخص لابسين بدل وفساتين غريبة جدا على العصر دوت. كانوا بيصرخوا وبيجروا في كل اتجاه وهما بيتكلموا بلغة محدش فاهمها. الفوضى بتعم المكان، والسلطات بتقبض عليهم وبتعتبرهم جماعة من المجانين أو السحرة، لغاية ما بيجي لهم طبيب نفسي اسمه خوسيه ساكسينو. هو الوحيد اللي حاول يدرس حالتهم، وكتب في مذكراته إنهم يدعون أنهم من القرن العشرين، وأنهم أتوا على متن عربة دخان من مدينة روما. طبعا محدش صدقه، والدليل الوحيد كان علبة سجاير لقاها الدكتور مع واحد منهم، كان مكتوب عليها تاريخ التصنيع 1907، والتاريخ دوت كان لسه فاضل عليه أكتر من 60 سنة عشان يجي. ولكن سرعان ما اختفت علبة السجاير ديت واختفى الدليل. وهنا الماضي ما بيبطلش مفاجآته، بحيث ان الأغرب لسه جاي، بس من مكان قديم، دير قديم في إيطاليا. بنلاقي فيه مخطوطة من القرن ال15 لراهب بيكتب فيها عن رؤيته لوحش معدني أو شيطان معدني ظهر فجأة في حقول الدير. والشيطان دوت كان بيصدر دخان وصوت رهيب ومرعب، وشاف من شبابيكه وجوه شاحبة الأرواح معذبة على حد وصفه. يعني الراهب اعتبرها رؤية من الشيطان، وقال إن الناس اللي كانوا جوه الشيء دوت كانوا عبدة الشيطان. ولكن وصفه على الجانب الآخر كان وصف دقيق جدا لقطر بخاري عليه ركاب مرعوبين، ولكن فجأة القطر دوت بيختفي
وبيسيب الراهب دوت في حيرة، ولكن شبحه بيتولد. هل القطر ما اخترقش حدود المكان بس، ولكن ده اخترق نسيج الزمن نفسه؟ فالأمر غريب جدا، بحيث إن دي ما كانتش مجرد بس الدلائل الوحيدة، بحيث إن من نص القرن العشرين بدأت المشاهدات. بنلاقي حادثة في يوم 29 أكتوبر 1955 في أوكرانيا، عامل إشارة وحيد في برج مراقبة مهجور. اسم العامل دوت بيوتر أوستامينكو. العامل دوت كان موجود في ليلة ضلمة ومليانة ضباب، شاف بعينه قطر بيجري بسرعة مجنونة ما يتخيلهاش عقل على قضبان اتشالت من 20 سنة. قطر قديم الطراز بيطلع منه دخان ولكن من غير صوت، وشبابيكه متغطية بستاير حرير، ولكنه كان فاضي، مجرد هيكل بيجري في رحلة أبدية. بحيث إن بيوتر بيكتب في تقرير مفصل، لكن رؤسائه اتهموه بالجنون والسكر، ولكن قصته دي اتسربت، ولكن ناس كتير صدقت روايته، بحيث ان هو ما كانش رجل مثقف بحيث ان هو يعرف قصة قطر زانيتي اللي اختفى من كام سنة، ولكن هو ما كانش الوحيد اللي حكى عن القطر الغريب دوت، بحيث ان في ناس تانية بدأت تتكلم. شهادات من ألمانيا ورومانيا وروسيا كلهم بيوصفوا نفس القطر الشبح، بيظهر للحظات في أماكن غريبة وبيختفي. وهنا ده الأمر المحير في قصتنا، بحيث ان ناس كتير من المفسرين حاولوا ان هم يلاقوا نظريات للامر ده، وكانت النظريه الاقرب للعقل، لو في حاجه عقلانيه اصلا في القصه دي، بتقول ان في تزامن نادر بين نشاط زلزالي معين في منطقه النفق مع المجال الكهرومغناطيسي للقطر، فتح شق او ثقب دودي في الزمكان، بلع القطر ورماه في رحله عشوائيه حوالين التاريخ، وان ركاب القطر ما بين الاتنين اللي نطوا وما بين الحبة اللي اتحبسوا في المصحة العقلية مع الدكتور المكسيكي. وطبعا لغاية هنا الكلام يبان ان هو لغز ملوش اي حل لغاية يومنا هذا، وبجد لحد هنا القصة بتخطف الانفاس وقصة حماسية جدا. ولكن وانا بدور على مصدر القصة ديت، لان الامر سهل تفكيري ازاي القصة دي حقيقية، فبدأت ادور على الباحثين الجادين في عصرنا الحديث، واكتشفت انهم بدأوا يقلبوا في ارشيفات ايطاليا الحقيقية، وعرفوا الصدمة الحقيقية ان ما كانش في سجل لشركة سكك حديد اصلا اسمها زانيتي، وان جرايد روما وميلانو في صيف 1911 سنة اول رحلة كانت مليانة اخبار، ولكن ما فيش ولا كلمة عن اختفاء قطر بالحجم دوت، وان الدكتور المكسيكي خوسيه ساكسينو والمخطوطة اللي في الدير ملهمش اي وجود خارج نطاق القصة ديت. فهل ده معناه ان القصة دي كلها كذبة؟ يمكن التعتيم الاعلامي اللي عملته الشركة والحكومة وقتها كان ناجح فعلا، لدرجة إنه مسح أي أثر للحادثة ديت من التاريخ الرسمي. الله أعلم، ويمكن القصة الحقيقية فضلت تنتقل عن طريق الكلام لحد ما وصلت لينا في عصرنا الحديث، ولكن القصة ديت تظل واحدة من أكبر الألغاز في عصرنا الحالي، لأن اللغز الأكبر في قصة قطر زانيتي مش هو راح فين، اللغز الأكبر هو القصة دي نفسها جت منين. يمكن عشان في أعماقنا نفسنا نصدق إن في ألغاز أكبر مننا، نفسنا نصدق إن قواعد الواقع والفيزياء اللي بنعيش فيها ممكن تتكسر، نفسنا نصدق إن في عوالم تانية وأزمنة تانية ممكن نوصلها لو ركبنا القطر الغلط أو الصح. قصة قطر زانيتي ممكن ما تكونش حقيقية، ولكن رغبتنا في إنها تكون حقيقية هي دي الحقيقة الأكيدة. فأنا هسيبك مع الفكرة ديت، مستني رأيك تحت في الكومنتس، ولو وصلت لحد كده أتمنى إن أنت تكون استمتعت بالحلقة، فما تنساش إن أنت تعمل لايك وفولو على كل البلاتفورمز، ولو على يوتيوب ما تنساش إن أنت تعمل سبسكرايب وتدوس زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ولو عندك قصة تحب تسمعها اكتبها لي تحت في الكومنتس، او على اي منصه من منصات التواصل بتاعتي هتلاقيها تحت في الديسكربشن. ودي كانت حلقه جديده من الارشيف، كان معاكم احمد غنيم، واشوفكم في حلقه جديده، وسلام.